لي ابانا الذي في ورقه. قلت له ليه؟ قال لي اكتب، هي مشكله اكتبها لي في ورقه. قلت له ماشي. كتبت له ابانا الذي في الورقه واديتها له. قلت ده بقى ايه، يراجع ويعيد ويزيد فيها، ده غلبان. فجيت قلت له إيه احنا زي ما احنا متعودين تصحى الصبح اول حاجه تعملها ترشم الصليب، ترفع ايديك قدام ربنا تصلي ابانا الذي، وقبل ما تنام تعمل كده امين. قال لي انا ارتحت من بعد ما كتبت لي الورقه. قلت له ليه؟ قال لي انا كل يوم نروح ننام حاطط الورقه تحت المخده نطلعها واقول له يا رب انت عارف اللي فيها. ايه انت ما مش بتعرف تقرا، ده خط ابونا. اها اقرا وخلص. لا انا امرت اطلب وربنا يستجيب. رحنا لواحد غلبان في مصر، رحنا لواحد غلبان في مزرعه برضه. فهو ايه قال لي ابونا. قلت له نعم. قال لي فز. قلت له اتكلم عادي، انت تفكرني مش راجل ولا ايه؟ ده انا راجل جاي من الواد الجديد واجدع راجل. ايه فز دي؟ قال لي يا ابونا بقول لك فز، انت مالك حنبلي ليه؟ قلت له كمان حنبلي؟ ايه فز وحنبلي دي؟ قال لي يا ابونا فز نصلي. قلت له اذا كان كده ماشي، فز يعني نقوم يعني يا اخي. طب ماشي يلا نصلي. وقف قدام ربنا وقال كلام يوجع البطن. ايه يا رب ما قدرش تديني واد يعني مال الدنيا ملايين الولاد وما قدرش تديني واد. اديني واد يا رب. يا رب نفسي في واد يشيل اسم نروح نجيب بنت يتجوزها واحد ما يسواش وتمشي. انا عايز واد يا رب. يا رب اديني واد ليك دي بس، ما انت بتعمل معجزات. اديني واد يا رب. قال كلام عن موضوع ان ربنا يديله واد وجعل بطن. امين. ده في عشره بينه وبين ربنا. بعد ما قال امين قلت له يا رب يا اللي تفيت في الارض وعملت عن المولود اعمى، والست لمستك من غير سبب كده شافت نزيف الدم. يا رب ارجوك يا رب انظر للغلبان المقطوع من شجر الدم، اديله وادي يا رب. اديله وادي بشفاعة امك العذراء يا ابانا الذي في السماوات. وصلينا وقعدنا. تجيب لي ميه؟ قال لي نجيب. جاب لي ميه. قلت له انت خلفتك بنات بس؟ قال لي لا يا ابونا انا ما عنديش عيال. قلت له طب قول له يا رب اديني عيل يطلع واد ولا يطلع. انت كمان بتتشرط عليه وانت ما عندكش عيال؟ ده انت فاكر انت متجوز من زمان. قال لا. قلت له ما نمت؟ قال لي انا لسه ما اتجوزتش. ايه يعلم الله. قلت له فز. قال لي فز دي؟ قلت له فز نصلي يا رب. اديله عقل يا رب. اديله عقل يا رب. انتوا تفكروها ده نكته؟ ده على ارض الواقع حقيقه. حقيقه على ارض الواقع. يعلم الله احيانا نقف قدام